ازيكم اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ النهارده الجمعه، احنا لسه بدري اهو، لسه هنروح القاهره، فعاوزكم تكملوا معايا الفيديو للاخر. انا قاطع لكم الفيديو كتير عشان يبقى قصير عليكم، بس ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنوريكم النهارده افتتاح مزرعه باسم هانت، صاحب اكبر مزرعه كلاب روتويلر في مصر. انا هوريكم النهارده شكل المزرعه الخارجي، المظهر العام، الافتتاح كان عامل ازاي، الناس كانت قد ايه، والناس كانت جايبه ايه معاها. وبعد كده هعمل لكم حلقه جديده لباسم لوحده، هنقول لكم اسعار الكلاب بتبدا من كام لكام، سواء جرو او سواء كلب كبير. ما تنساش تعمل له لايك زي ما قلت لك، ونوصل الفيديو ده لاكبر عدد مشاهدين، ونولع الدنيا عشان اللي جاي ضرب نار. واعمل لكم مسابقه الايام الجايه، ما تنسوش تعملوا زي ما قلت لكم اخواتي. ومكان المزرعه موجود في الجيزه المريوطيه. اي حد عاوز العنوان يبعت لي وانا اقول له على اللوكيشن على طول. بس حابب انصحك، لو انت عاوز تربي كلب روت فعلا جامد مفيش زيه في منطقتك، او كل ما تمشي بالكلب ده الناس تقول لك انت جايبه منين ومن فين وبكام وازاي، هتقول لهم انا جايبه من عند باسم. هو باسم الوحيد اللي هيديك كلب روت مظبوط. لو الكلب في اي حاجه هو باسم ياخده منك تاني، ما عندوش اي مشكله، بس يديك كلب مظبوط طالع من عنده. لما تيجي تمشي في الشارع كده تقول له انا جايب الكلب ده من عند باسم هانت، دي كلمه ثقه، فاهمني؟ فان شاء الله الفيديو يعجبكم. هو فيديو مش هيبقى طويل قوي لغايه بس اما انا راجع القاهره تاني برضو الايام الجايه، وهاخد دهب معايا عشان نعمل بقى حلقات هناك كتير، وهقعد مع باسم وهتكلم لكم في الاسعار كلها، واي حد محتاج اي حاجه يطلبها مني وانا عنيها ليه، وهتكلم له عند باسم عادي مفيش اي مشكله. كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا زي ما قلت لكم لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، اختلاف المزرعه 360 درجه من نسبه الديكور ومن نسبه كل حاجه والمساحه. وباسم زي ما انتم شايفين مروق على العمل خالص، وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. لما تبدا تلف وشك كده وتبدا تتمشى في المزرعه هتلاقي رسمه باسم اللي الراجل عملها له بالجبس او محنطها له، وفوقها على طول الكلب بتاع باسم الشخصي اللي كان اسمه ايفان، كان اشهر كلب في مصر، كان احسن الكلاب الروتويلر في مصر. فلما مات باسم اضطر اللي هو يحنطه عشان الكلب ده ما يسيبوش ويبعد عنه. اول ما تخش المزرعه هتلاقي فان كده في وشك على طول فوق دخلة بوكسات الكلاب. هتبدا تتمشى كده هتلاقي باسم عامل ديكورات حلوه جدا، حتى المكان اللي بيقعد فيه. والكلب التاني المتحنط اللي هو هيكتور ده برضو الكلب مات عنده 13 سنه، وكان باسم بيحبه، من افضل الكلاب كانت عند باسم، واكتر كلب كان مشهور في مصر كلها كان نوعه كين كورسو. ربنا يعوض باسم عليه. شوفوا بقى الرسمات دي، انا كنت عاوز اعملها عندي في المكان، بس بسم الله ما شاء الله المكان تحفه جدا ومتروق ومتظبط. والمكان ده عموما لاي حد عاوز يروح، او اي حد بيخاف من الكلاب عموما يروح لباسم، وباسم هيصوره مع الكلاب وهيخليه ما بيخافش من الكلاب حرفيا. بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كاتب على الحيطه الشعار بتاعه كلها عندها رطات، بس مش كلها باسم هانت، وده درع اليوتيوب. وبسم الله ما شاء الله المكان تحفه جدا، ربنا يبارك له ويجعلها فتحه خير عليه. ده المعلم دراجون بقى، من اشهر الكلاب برضه في مصر. هو كلب نوعه تبيتيان ماستيف، بس الكلب ده ما بيخليش حد يقرب منه جوه البوكس بتاعه او بره. كلب بسم الله ما شاء الله متدرب كويس جدا جدا، وكلب شرس جدا جدا، ومن اشرس الكلاب في مصر ومن اغلى الكلاب في مصر، ربنا يبارك له فيه. واللي ما يعرفش دراجون فعلا يعني ما حضرش كلاب وما شافش كلاب. انا بوريك بس لقطه صغيره كده بس من انواع الكلاب اللي موجوده. هو كل تقريبا هي مزرعه متخصصه في الروتويلر، بس عنده جميع انواع الكلاب المختلفه. وده روتويلر زي ما انتم عارفين، كلب بسم الله ما شاء الله عليه، تلاقوا كلكم برضو عارفينه، فاللي يعرف اسمه يكتب لي في الكومنتات. اجي كده ولا اجي كده وعندك على ظهرك بقى كمان مره.
على ظهرك على ظهرك. يلا خليه ينط. شاط ما شاء الله. اقعد اقعد. ارفع فوق فوق فوق. تحية تحية تحية. اعدل نفسك. تحية اعدل. تحية. ها فوق فوق. تحية دي هو بقى ايه. شاط. ابعد ابعد ابعد. اطلع تعال. جامدين قوي ان شاء الله. تحية تحية يلا. تحية فوق. ايوه برافو. شرك سبيك. جود بوي سبيك. جود بوي يلا. اوي شرك يلا. جود بوي سبيك شرك سبيك يلا فوق سبيك. جود بوي سبيك جود بوي يلا. جود بوي جمب. جود بوي شرك يلا سيت. جود بوي شرك جمب. جود بوي شرك يلا سبيك شرك سبيك جود بوي سبيك. نرفع تحية ممدوح يلا. بوي شرك يلا. بوي ابعد يا ممدوح. ابعد عن الكاميرا يا ممدوح عشان الكاميرا اللي بتصورك ده. شرك يلا تحية فوق. يلا اب سبيك. جود بوي سيت. خليه يذنب نفسه يلا. شرك هنا على الباب هنا يلا. يلا شرك تعال يلا. يلا ارجع يلا. ابعد يا ممدوح. ارجع يلا. ارجع يلا. جود بوي جود بوي جود بوي يلا شرك تعال. جود بوي يلا اوت. جود بوي جود بوي شرك زيزاك. جود بوي شرك زيزاك. مركز مع الكلب. اوت. دول نزلوا على سلوانا زي ما قال لي كده. قال لي قناة. شكرا لكل حد نورنا النهارده. بجد كلكم على راسي والله العظيم. انا بجد اي حد جالي شكرا انا بيكم. يعني تسلموا لي بجد ان اي حد جالي النهارده. دلوقتي هنكرم افضل صناع المحتوى في مجال تدريب الكلاب. دول اشهر ناس بيعملوا محتوى عن الكلاب. هنبدأ من تحت لفوق. آخر حد تحت هو بوتشا. فين بوتشا؟ شركة هام بتقدم لكم دراي فود كهدية وكتشجيع ليكم. عاملة لكم شركة هام جايبة لكم كذا نوع. جايبة لكم شقه وجايبة لكم مجمة وجايبه لكم اودو. فكده كل واحد هيكرم معانا
شركه هان جايبه له هديه، الدكتور جايبه له هديه شكاره ضيافه. فاول واحد معانا هو بوتشر، وخد معانا شقه، وخد تكريم معانا من المزرعه. ده افضل صنع محتوى. الله يخليك، ربنا يبارك، الله يخليك. تاني واحد بعديه يعني رقمه اعلى سنه هو محمد نادي. فين محمد نادي؟ تعالى اودي بيه العربيه، خلي دي معاك، اودي بيه العربيه واجي. محمد نادي افضل الناس، بيعرف كلاب هاسكي وكلاب زين. بجد محتواه حلو، تصويره حلو، بجد الناس بتحبه. الله يخليك. زياد فوكس. ايوه يا زوز. ربنا يبارك لك يا زياد. رابع واحد بعديه وهو برضه فيديوهاته جميله جدا وتصويره جميل جدا، بس بيصور في اضاءه، بيصور في المحل على طول، هو رامي صابر. حبيبي خامس واحد بعديهم وفيديوهاته جميله جدا برضه هو خالد ماضي. خالد جاي من دمياط مخصوص عشان خالد برضه فيديوهاته من احسن الفيديوهات. يا باشا تصور كده. اول واحد يا باشا. سادس واحد بعديه هو من احسن الناس برضه اللي بتقدم هو بيبو. ايوه يا بيبو. يلا ممدوح. كده خلصنا اخر 6 تحت. هنبدا بقى بالاعلى بقى، باللي متابعينهم اعلى بقى شويه، اللي متابعينهم جامده وعندهم متابعين كتير قوي بقى. رقم يعني كده انت من تحت لفوق. رقم 12 هو احمد علي. خد معانا نجمه من شركه هان. وانا بيجي برضه. رقم 11 تعال ممدوح يلا. برضه مشاهداته عاليه قوي هو عمر سمير. عمر سمير. تسلم يا علي، تسلم تسلم. رقم 9 هو علي الجن.
رقم 7 رقم 8 معانا وفيديوهاته تحفة هو ممدوح ياسر. واحد معانا هو ابو لولو. ايوه يا لولو. ايوه يا فنان. خلي الميه بس من غير نفسي، خلي بالك عشان